وشنا ردينا يا الربع. المشاهير وما أدراك ما المشاهير. اليوم يا عزيزي المتابع راح نتكلم عن الجانب المظلم والغريب من المشاهير. الجانب هذا يعتبر جدا غريب لدرجة انه في احتمالات كبيرة انه مرتبط بالماسونية. فوش قصة هذا العالم اللي كثير من الناس خايفين منه وكثير من الناس بدوا يتكلمون فيه؟ اضغط على زر اللايك وتعال خليني اعلمك وش. اتوقع ان اغلبكم واكثر الناس اللي قاعدين يتابعون الفيديو الحين قد سمعوا باشياء مخفيه عن المشاهير، وبكذا اغلبكم صاروا يعرفون ان المشاهير عندهم وجهين او عندهم عالمين: العالم الطيب الكيوت اللي يطلع قدام الكاميرا المليء بالابتسامات المزيفة، والعالم الثاني المختلف تماما اللي يعتبر خلف الكواليس، العالم الإجرامي الفاسد اللي مستحيل تسمع عنه أي شيء إلا إذا وصل الموضوع للشرطة. بالضبط يا حبيبي، هذا الشيء اللي أبغى أوصلك إياه، إنك تعرف إن في عالمين مختلفة تماما بالنسبة للمشاهير. وعشان تفهم وش أقصد عن العالم الإجرامي لازم نتكلم بشكل خفيف عن جيفري إبستين اللي أغلبكم ممكن قد سمع عنه. ويا ساتر يا حبيبي، هذا الشخص قد ايش كان شخص غريب. اسمه كان جيفري إبستين، رجل اعمال امريكي، عمره كان تقريبا حوالي 66 سنة. والشيء اللي يخلي هذا الشخص مشهور هي الجزيرة اللي كان يمتلكها. اتضح بعد فترة من الفترات ان جيفري إبستين كان يمتلك جزيرة كاملة يرتكب فيها جرائم ويستقبل فيها الاطفال. فهذه الجزيرة كان يعتدي عليهم بمساعدة شخصيات كبيرة نفس زوجته اللي اتضح انها شريكة في هذا العمل. وزوجته ما كانت تعتبر الشريك الوحيد، بل كان في الكثير والكثير من المشاهير. الشيء اللي خلى قضية جيفري إبستين تعتبر مرة كبيرة انه بعد فترة تم اغتيال جيفري إبستين. مسكوا جيفري إبستين تقريبا في بداية سنة 2010 وبدوا يحاكمونه شوي لين ما مسكوه بسنة 2019، وكان واضح انه راح يطلع في المحكمة ويتكلم عن الاشخاص اللي كانوا يشاركونه في هذه الجزيرة. وقبل لا يتكلم جيفري إبستين في المحكمة صار شيء غريب خلى كل الناس تستغرب. تم اغتيال جيفري إبستين وتم اغتياله بطريقة جدا غريبة. ابغاك تتصور انه كان داخل زنزانة وكانوا حاطين له زي الحرس. كان من المفروض ان الحرس يحرسونه لمدة 24 ساعة، لكن للأسف هذا الشيء ما صار، ودخل عليه واحد من الاشخاص وخنقه لما مات جيفري إبستين. ويوم سألوا الشخص اللي كان مسؤول عن حراسته وين كنت موجود، قام يصرف ويقول انه راح دورة المياه او شيء زي كذا. وعشان كذا الناس كانت قاعدة تقول ان الماسونية لها دخل باغتيال جيفري إبستين، لانه كان يستضيف بعض الاعضاء في الجزيرة وراح ينكبهم في المحكمة. فالسؤال اللي يطرح نفسه الحين، وش قاعد يصير بعالم المشاهير؟ أول قسم راح يكون عبارة عن المشاهير اللي ارتكبوا جرائم من أجل الماسونية، نفس ما سوى جيفري إبستين وكان عنده جزيرة كاملة يرتكب فيها هذه الجرائم بمساعدة أشخاص ثانيين. في شخص ثاني أيضا يقولون أنه كان يرتكب جرائم أخطر من كذا بكثير، بل أن هذا الشخص اللي راح أقول لك عنه في ناس ثانيين يشوفونه أخطر وأسوأ من جيفري إبستين حتى. والشخص هذا سالفته انتشرت في هذه السنة اللي في سنة 2024، وبالضبط زي ما كلكم توقعتم أنا أتكلم عن باف ديدي. اسمه شون لوف كومز، او زي ما يلقبون الناس باسم باف ديدي، او تقدر تقول ديدي. هذا الشخص عمره 54 سنة تقريبا، رائد اعمال، مغني مشهور، كاتب اغاني، منتج تلفزيوني، ويعتبر مشهور من فترة التسعينات. بدأ من سنة 1990 تقريبا وشغال لين يومنا هذا على الأعمال اللي قلت لك عنها قبل شوي. وعنده 7 أطفال وكان متزوج واحدة اسمها كيمبرلي بورتر أو شيء زي كذا. ديدي يا عزيزي المتابع ما كان يعتبر شخص خطير، ما كان يعتبر شخص الناس تهرب منه، بالعكس كان في كثير من الناس يشوفون أن هذا الشخص قدوتهم وهذا الشخص غير المجال بشكل كامل. لكن في السنوات الأخيرة وتحديدا هذه السنة كثير من الناس غيروا وجهة نظرهم عن هذا الشخص، وهذا كان شيء غريب. كيف واحد الناس كانت تحبه وكان يعتبر شخص رقم 1 وفجأة كل الناس صارت تكرهه. سويت عن هذا الشخص شوية حريات، وعلى حسب الإشاعات اللي شفتها هذا الشخص أبدا مو الشخص الطيب اللي كل الناس تعرفه، بل إن عنده جانب مظلم كثير من الناس ما تعرفه. واحدة من الأشياء اللي لازم أتكلم عنها في البداية اللي هي الحفلات. كثير من الناس يربطون ديدي بالماسونية أو بعض الشخصيات الغريبة في المجال، وعشان كذا اشتهرت مقولة ما يعرفها كثير من الناس اللي هي حفلات ديدي. صحيفة ميرور كتبت في أحد المقالات: داخل الحفلات الغريبة التي أقامها باف ديدي مزاعم كاميرات المراقبة ونشاط غير قانوني وفضائح العاملين في المجال الإباحي. أنا ما أقول لك حفلات ديدي ممكن تحسبني أمزح، لكن الموضوع جدا مظلم بشكل ما تتخيل، لدرجة أن في بعض المشاهير زي ليبرون جيمس على سبيل المثال طلع في بث مباشر مع ديدي على الانستغرام، وداخل هذا البث كان قاعد يقول أن أنت حفلاتك جدا غريبة. Man, this is an unbelievable thing, man. Like we all, hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Yes, sir. Hey, when this is done, we gonna drink a couple of bottles of the most premium wine. You know what I'm saying? Together and talk the most shit. Please. Please, we got shit to talk. You dig?
اكتشفوا بعد فترة من الفترات ان ديدي عنده حفلات مختلفة، الحفلة العادية اللي يسويها لكل الناس، والحفلة الثانية اللي ما يعزم فيها الا بعض الاشخاص المعينين. وعلى الاشاعات ان غالبا الاشخاص اللي يدعوهم داخل هذه الحفلة اعضاء في الماسونية، اعضاء برتب عالية، مشاهير جدا كبار في هذا المجال. يعني الموضوع ابدا مو بسيط. طيب الحين ممكن يجينا واحد يسأل وش داخل هذه الحفلات؟ اول شيء راح اقول لك ان داخل هذه الحفلات في اشياء اباحية بشكل مو طبيعي، لدرجة اني ما اقدر اقول اغلبها هنا في اليوتيوب، لكن راح اعطيك تلميح ان حفلاتها فيها شذوذ بشكل مو طبيعي. حفلات اقسم بالله ديب ويب، والله ديب ويب حرفيا. تبغى تعرف وش معنى الديب ويب؟ حفلات ديدي هي الديب ويب. مخدرات في كل مكان، كاميرات مراقبه في كل مكان، بل ان في مغني راب اسمه ليل رود، راح اقول لكم سالفتها بعدين، كشف ديدي وكان قاعد يقول ان ديدي يحط كاميرات خفيه داخل كل غرفه. يعني عادي جدا انت مثلا قاعد تبدل ملابسك في احد الغرف اللي موجوده في حفلات ديدي، او مثلا انت قاعد في دوره المياه وانت بكرامه، الا فجاه تحصل كاميرا مخفيه داخل هذه البيوت. وغالبا راح يبتزك بهذه الفيديوهات بعدين، يقول لك سوي شيء فلاني او اني راح انشر هذا الفيديو. وفعلا هذا الشيء صار، وبرضه راح اقول لكم سالفتها بعدين. والشيء اللي يعتبر جدا مخيف في موضوع هذه الكاميرات انه يمتلك تسجيلات مسيئة واوضاع غريبة لكل شخص حضر واحدة من حفلاته، وعشان يمتلك كثير من التسجيلات والوضعيات الغلط لكثير من المشاهير صاروا يخافون منه. وبعد ما انتهينا من سالفة المخدرات والكاميرات الخفية اللي كان يمتلكها داخل هذا البيت، نوصل لجانب مرعب وجانب يخوف حرفيا. على حسب الإشاعات وعلى حسب كلام كثير من الناس اللي حضروا هذه الحفلات الغريبة اللي كان يسويها ديدي، انهم ايضا كانوا يستغلون القواصر وكانوا يطلعون مع الفتيات اللي اعمارهم ما بين 17 فما تحت، واحتمال كبير يكونون اصغر من كذا، اطفال حرفيا كانوا يحضرون حفلات ديدي وكانوا يعتدون عليهم. وعلى حسب كلام المغني ليل رود ان ديدي كان يجبر هذول القاصرات انهم يوقعون زي العقود هذه معقدة وانا اقدر اشرح لك اياها بالتحديد، لكن باختصار شديد حرفيا كأنك تبيع روحك، مو كأنك إلا أنت حرفيا بعت روحك يوم أنك وقعت هذا العقد. مختصر العقود هذه اللي كان ديدي يجبر الناس أنهم يوقعونها، إن الأشياء اللي تصير في الحفلة تبقى في الحفلة، ممنوع أنك تتكلم عن أي سر من الأسرار اللي نسويها هنا، وممنوع أنك تتكلم عن أن نجيب قاصرات ونسوي حفلات غريبة وأشياء زي كذا. وإذا كنت تتوقع أن الحفلات توقف على هنا وبس، أقول لك يا حبيبي أنت لسه ما شفت شيء. حسب كلام بعض الأشخاص أن ديدي كان يجبرهم أنهم يروحون الحفلات هذه ويتجردون من ملابسهم ويسوون الأعمال الغريبة هذه، وهو يقعد في كرسي زي كذا ويقعد يناظرهم، قاعد كذا مروق الكابتن وقاعد يسجلهم، باقي له بس انه يطلب شاهي وخلاص. حرفيا ديدي انسان مختل عقليا. الشيء اللي خلى القضيه هذه تصير جدا كبيره الاسماء اللي كانت موجوده فيها. مشاهير الناس كانت تشوفها قدوه، كانت تشوفها شيء طيب، كانت تشوفها مثال اعلى، فجاه يكتشفون ارتباطهم بديدي وينصدمون من الاشياء اللي شافوها. يعني على سبيل المثال واحد من الاشخاص اللي قريب من ديدي وكان يعتبر واحد من الاشخاص اللي يحضر حفلاته بشكل كامل، مغني مشهور ايضا ينادون الناس باسم ميك ميل. ميك ميل يا عزيزي المتابع يعتبر واحد من المشاهير الكبار في مجال الغنى، ويعتبر نوعا ما ناجح في هذا المجال وزي كذا. لكن أنا الحين ما جيت أتكلم عن مسيرة هذا الشخص، أنا جيت أتكلم عن علاقته مع ديدي. كثير من الناس يقولون إن في علاقة غريبة ما بين ديدي وما بين هذا الشخص، والعلاقة هي علاقة شذوذ وانتم بكرامة وأشياء زي كذا، لدرجة إن الناس بدأت تتهم هذا الشخص إنه باع روحه. ميك ميل صار يطلع في تويتر وينفي هذا الشيء ويقول لا أنا مالي دخل وما في أي شيء وما بيننا أي علاقة ولا أي شيء، لكن الناس ما صدقت هذا الشيء وحرفيا صاروا يخلونه كأنه ميم أو شيء زي كذا. واللي يخوف في الموضوع أكثر وأكثر واللي يعلمك إن الجانب المظلم حرفيا موجود. في مشهور ثاني اسمه كات ويليامز، أتوقع أنكم تعرفونه. هذا المشهور يعتبر مشهور كوميدي أو ستاند اب كوميدي، ممثل ممنتج ستاند اب كوميديان وصاحب بودكاست على ما أعتقد. فاللي يهمك حاليا يا عزيزي المتابع إن بهذه السنة اللي هي سنة 2024 كات ويليامز طلع في بودكاست مع واحد ينادونه باسم شانون، وداخل هذا البودكاست تكلم عن شيء جدا مرعب حرفيا، وكان قاعد يفضح كل المشاهير، وكان قاعد يقول ان كل الاشخاص اللي قاعدين تشوفونهم حاليا يعتبرون اشخاص مزيفين، في عندهم جانب مظلم بشكل ما تتخيله. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is, TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. وكان قاعد يفضحهم واحد ورا الثاني. اللقاء كان يعتبر شيء جدا جميل وأتمنى أنك تشوفه، لكن اللي يهمنا الحين أن داخل هذا اللقاء كان قاعد يفضح أيضا ديدي. كان قاعد يتكلم عن ديدي وكان قاعد يقول أن ديدي عزم الحفلات مرة كثيرة ورفض الطلب حقه بس على أساس أنه يحافظ على نفسه. Who gonna turn down 50 million? Now I've had to turn down $50 million 4 times.
just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. That's why I can say them so freely. Kid, I need another one. You here, get your number. Thank you, sir. Thank you. وعلى حسب الكلام اللي فهمته من كات ويليامز انه تم العرض عليه تقريبا 4 مرات حوالي 50 مليون دولار، وديدي حاول انه يجيب لهذه الحفلات لكن رفض اكثر من مرة، لانه يعرف من يوم ما انك تقبل عرض انك تروح حفلة من حفلات ديدي هذا معناته انك بعت روحك، سواء كاميرات المراقبة، سواء العقود اللي توقعها، سواء الاشياء المختلة اللي تسويها داخل هذه الحفلات ما راح تقدر تطلع منها. انت حرفيا هنا دخلت الجانب المظلم، او بالاصح انت حرفيا صرت جزء من الماسونية او الجانب المظلم اللي يمتلكه ديدي، لانك شفت اشياء وشفت اسرار عنهم، فاذا هم طاحوا انت راح تطيح معاهم، وعشان كذا كثير من الناس صاروا يرفضون حفلات ديدي. والحين يا عزيزي المتابع، بعد ما انتهينا من سالفة الحفلات الغريبة اللي كان يسويها ديدي، جاء الوقت نتكلم عن القضايا اللي مرفوعة عليه. وأول قضية راح نتكلم عنها تتكلم عن بنت ينادونها الناس باسم كيسي فنتورا، والبنت اللي أقصدها هي بالضبط هذه اللي طالعة قدامك في الشاشة. وش سالفة ديدي مع كيسي فنتورا؟ عشان تفهم السالفة وعشان تفهم وش اللي صار أبيك تركز معي بالتواريخ. بعام 2007 ديدي انفصل من زوجته القديمة أو صديقته القديمة بالمعنى الأصح اللي ينادونها باسم كيمبرلي. بعد فترة طويلة من وقتهم مع بعض انفصلوا، وصار خلاص ديدي راح بطريق وهي راحت بطريق. وبحكم ان ديدي يمتلك شركة انتاج يجونا مغنيين من فترة لفترة ويوقعون معه عقود ويوقعون معه اشياء زي كذا. فبعد انفصاله جت المغنية هذه اللي يسمونها باسم كيسي فنتورا ووقعت مع ديدي عقد جديد، والعقد هذا كان فيه استغلال، حرفيا كان يعتبر عقد استعباد. بتقول لي كيف يعتبر عقد استعباد؟ راح اقول لك انه وقع معها عقد 10 ألبومز، واي شخص في مجال الغنى راح يعرف انه شيء مرة صعب انك تسوي 10 ألبومز. الموضوع راح ياخذ منك وقت مرة طويل، 10 سنوات 15 سنة انت ما تدري. فوقع معاها هذا العقد على اساس انها تسوي اغاني، لكن بعد كذا صار يتحكم بحياتها، وعلى حسب كلامها صار يجبرها انها تكون في علاقة معاه، صار يتحكم في سجلاتها الطبية، صار يتحكم في حساباتها، صار يتحكم تقريبا في كل شيء. فعشان كذا كان يعتبر زي عقد العبودية، حرفيا كان يعتبر كأنها باعت روحها لهذا الشخص. وعشان تفهم قد ايش هذا الانسان كان مختل عقليا والموضوع مرة يخوف، بسنة 2012 كيسي فنتورا هذه سحبت على ديدي وراحت مع مغني ثاني، وكانت تواعد واحد ثاني ينادونه باسم كيد كودي. وكيد كودي هذا يا عزيزي المتابع واحد من أشهر المغنيين الموجودين حاليا، ويعتبر مغني مشهور في أمريكا وعنده متابعين وعنده فلوس وعنده كل شيء تقريبا. فكيسي كانت في سنة 2012 مع هذا الشخص، فديدي ما عجب الموضوع وهددها انه راح يفجر سيارة كيد كودي اللي هو نفس الشخص اللي كانت تطلع معاه. فبطبيعة الحال البنت ظنت ان ديدي قاعد يمزح، البنت ظنت ان ديدي مو من جدة، لكن بيوم من الايام كيد كودي كان قاعد في بيتهم وسيارته كانت موجودة في الجراج، الا فجأة سيارته تنفجر. الموضوع مرة يضحك. الموضوع غريب ويضحك في نفس الوقت ومجنون وكل شيء يا حبيبي. نفس التهديد اللي هددها اياه صار حرفيا في نفس الوقت. من ضمن التهديد اللي قاله ديدي لهذه البنت، انا راح افجر السياره يوم انتم تكونون موجودين في البيت. وفعلا يوم كيد كودي كان موجود في البيت مع اصدقاء او زي كذا، فجاه السياره انفجرت. وعشان الناس لا تقول ان هذا الموضوع مجرد اشاعات، كيد كودي فعلا اكد هذا الموضوع لاحد الصحف وقال لهم ان ديدي سوى كل هذه الاشياء. انا صراحه اشوف انه فجرها والموضوع ابدا مو صدفه، لكن اعطوني رايكم، بحط لكم زي تصويت في المنتدى، هل انتم تشوفون انه فجر الدنيا ولا الموضوع مجرد اشاعات؟ فبعد ما انتهينا من سالفه تفجير السياره، واحده من صديقات كيسي فنتورا اللي ديدي كان مستعبدها وكان حاشرها في عقد طويل الأمد نشرت زي المقالة في أحد الصحف، وكانت قاعدة تدافع عن صديقتها هذه. وداخل هذا المقال كانت قاعدة تقول أن صديقتها كيسي كانت تتعرض للاعتداء الجنسي، وكانت قاعدة تقول أن ديدي كان يجبرها أنها تأخذ بعض المخدرات بالغصب، وأيضا كان يجبرها أنها تروح وتسوي زي الأشياء الغلط مع بعض الناس بينما هو يصور بالكاميرا وزي كذا. فبسبة كل هذه الادعاءات البنت كيسي فنتورا رفعت عليه قضية بسنة 2023، وهذه التهم اللي كانت موجهتها لديدي بذيك الفترة: الاتجار بالبشر، الاغتصاب، والكثير من الاعتداءات. اعتذر منكم، لكن في هذه اللقطة اضطريت اني اوقف الفيديو لانه طلع شيء جديد. انتشر فيديو لديدي وهو يضرب كيسي بعد كم يوم من هذه القضية. هذا الفيديو نزل حصريا بعد ايام من تصويري لهذا الفيديو اللي راح تشوفونه الان. فيديو جدا عنيف، راح اضطر اني اغبشه. تم تسريبه لأول مرة. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura, in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016.
فبعد ما رفعت عليه هذه القضية حرفيا بعدها بيوم واحد بس، ديدي قرر انه يوصل لتسوية ويدفع لهذه البنت فلوس على اساس ان القضية هذه تروح وتختفي وما عاد يتكلمون عنها مرة ثانية. على حسب الاشاعات انه دفع لها فلوس ما بين 10 الى 50 مليون على اساس انها تسكت وما تتكلم عن هذه القضية وتروح بعيد عن المحكمة. ديدي كان قاعد يقول مو بس عشاني دفعت فلوس هذا معناته ان انا غلطان، انا دفعت فلوس بس عشان القضية هذه تروح. الا ان في مرة من المرات يقولون ان اعتدى عليها وصورها بفيديو، ومع ان في كثير من الناس شافوا الفيديو هذا الا انهم كانوا ساكتين. ناس كبار من المشاهير الموجودين هناك شافوا الفيديو وحرفيا ما قالوا اي شيء. عشان كذا اقول لكم ان عالم المشاهير عالم مزيف، مو هو نفس العالم اللي انتم تشوفونه، عالم مليء بالاكاذيب ومليء بالاشياء الغريبة اللي ما تدخل العقل. والسالفة ما توقف على كيسي وبس، بل ان في واحد مغني ثاني ايضا اسمه ليل رود رفع قضية على ديدي، قضية فيها اعتداءات، فيها اتجار بالبشر، فيها اغتصاب، فيها اشياء كثيرة زي كذا. بعد ما رفع عليه هذه الادعاءات وكثير من الناس بدأوا يطلعون كلام ان ديدي يتاجر بالبشر، فاللي صار يا عزيزي المتابع بعدها بشهر تقريبا الشرطة داهمت بيت ديدي. الاف بي اي ما داهم مكان واحد بس، بل انه داهم كل بيوت ديدي اللي كان يمتلك. الشيء اللي كان مرة صادم يوم الشرطة داهمت بيت ديدي ما حصلوه موجود في البيت، داهم كل بيوتها الاثنين او الثلاثة على ما اعتقد في نفس الوقت، لكن ما حصلوه فيها لانه هرب وراح لدولة ثانية. وديدي حرفيا لعب عليهم، ارسل طيارته الخاصة لاحد المطارات اللي موجودة في امريكا، ويوم وصلت هناك حصلوا طيارة فاضية. طيب الحين السؤال اللي يطرح نفسه، وش الاشياء اللي حصلوها داخل هذا البيت يوم انهم داهموه؟ تذكرون يوم اقول لكم ان في اشاعات ان في كاميرات خفية موجودة في بيت ديدي؟ حسب الاشاعات وعلى حسب كلام الصحف انهم حصلوا مئات الكاميرات المخفية داخل هذا البيت. وهذا الشيء عزيزي المتابعي ياكد الكلام المنتشر عن ديدي انه شخص يصور فيديوهات على ناس ويبتزهم. يعني على سبيل المثال في اشاعات تقول انه هو اللي قتل توباك وهو الشخص اللي دفع فلوس للقاتل على اساس انه يروح يقتله بذيك الفترة. والموضوع مو هو اكيد حرفيا، لكن هذا الكلام اللي منتشر وهذا الكلام اللي يقولونه الناس. وبكذا يا عزيزي المتابع ننتهي من سالفة المشاهير اللي ارتكبوا جرائم من اجل الماسونية. فالحين جاء الوقت يا عزيزي المتابع ان نتكلم عن مشاهير تضرروا من الماسونية. في اشاعات كثيرة تقول ان الماسونية يقتلون، والماسونية عندهم زي الهيتمان، ووظيفة الهيتمان او القاتل المأجور انه يقتل اي شخص يضر هذه المنظمة او يضر واحد من افرادها. وعادة اي احد يتضرر من شخص ثاني يصير فيه زي التحريات والشرطة تمسكه، ما عدا القضايا اللي مرتبطة بالماسونية ابدا ما يصير فيها اي تحريات والموضوع يتقفل بسرعة كأنه مو موجود. احد الاشخاص اللي فيه اشاعة تقول انه تضرر من الماسونية اللي هو جيم كيري. جيم كيري وما أدراك ما جيم كيري، أسطورة التمثيل، أسطورة الفن، أسطورة كل شيء حرفيا. أتوقع أنه غني عن التعريف فما راح أتعمق في قصته مرة كثير، لكن اللي يهمك الحين أنه ممثل كندي أمريكي عمره 62 سنة، بدأ مسيرته تقريبا في بداية السبعينات أو الثمانينات. اللي يعرف جيم كيري يعرف أن الشخص هذا من يوم ما بدأ مسيرته في الثمانينات لين بداية الألفية تقريبا كان يمثل في أفلام مرة كثير، ما كان يرتاح، كان فيلم ورا فيلم ورا فيلم ورا فيلم. لكن اللي نلاحظه بالفترة الأخيرة أن جيم كيري ما عاد صار يسوي أفلام كثيرة نفس أول، والافلام حقته بدت تقل فتره بعد فتره. يعني اخر فيلم سواه كان تقريبا فيلم سونيك بسنه 2020، وبعدها سوى الجزء الثاني من سونيك بسنه 2022. وهذا شيء غريب انه يرتبط اسمه بفيلم واحد بس خلال فتره طويله من هذا الزمن. فالسؤال اللي يطرح نفسه الحين، وش الشيء اللي صاير وليه جيم كيري يعتبر واحد من الاشخاص المتضررين؟ قبل ما يحصل الاختفاء هذا الجيم كيري طلع في مقابله، وكانت المقابله هذه في احد البرامج. المقابله هذه كانت مع جيمي كيمل، وداخل هذه المقابله كان قاعد يطقطق على الماسونيه. Business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. جيم كيري كان يواعد وكان مع واحدة ينادونها الناس باسم كاثرين وايت، لكن كاثرين هذه راحت وانتحرت واخذت زي الجرعة الزائدة او شيء زي كذا وماتت بعدها. فالشيء اللي صار ان اهل هذه البنت وزوجها كانوا قاعدين يتهمون جيم كيري انه هو الشخص اللي ارتكب هذه الجريمة، مع انه ما له دخل، لكن كانوا يبون يحطونها في راسه. فكثير من الناس حاولوا يحطون انتحارها على راس جيم كيري، وعشان كذا الناس تشك بالماسونية، لانهم اول شيء شالوه من مجال الافلام، وثاني شيء حاولوا انهم يحطون انتحار وحدة على راسه.
لكن لحسن الحظ القضية هذه فشلت وما استمرت لفترة طويلة. إشاعات الماسونية مرة كثيرة وقضاياهم أيضا ما تخلص، وما أقدر أتكلم عن الناس اللي الماسونية جابت فيهم العيد واللي تضرروا منهم على حسب الإشاعات، وما أذكر مايكل جاكسون. مايكل جاكسون هذا من جد غني عن التعريف، حرفيا ما أقدر أقول لك شيء، يعني وش تبغاني أقول لك عن مايكل جاكسون؟ كل شيء تعرفه. هل تعلم أن مايكل جاكسون مغني؟ شفت شكلي كيف طالع غبي؟ ما أحد تكلم عنه، كلكم تعرفون من مايكل جاكسون. خلاص قفل على الطلب. بعام 2009 صارت القضية المشهورة اللي أغلبكم يعرفها، مايكل جاكسون توفى، أو بالأصح خلينا صحح هذه العبارة، مايكل جاكسون قتل على يد الدكتور اللي كان ماسكه. حسب الكلام اللي انتشر أن الدكتور جاب العيد وأعطاه مخدر ينادون الناس باسم، دقيقة معليش ما أعرف أنطق اسمه خليني أقرأه، مخدر البروبوفول. وبعد ما أعطاه هذه الجرعة مايكل جاكسون توفى على طول، وما قدر إنه يصمل لأن المخدر هذا يعتبر جدا قوي. أحد الروايات اللي انتشرت إنه مايكل جاكسون كان راح يعلن إسلامه، وكثير من الناس يتبعون مايكل جاكسون، فالماسونية والناس اللي شغالين فوق كانوا خايفين إن الإسلام ينتشر، فبالتالي قرروا إنهم يقتلونه. صحيفة TMZ المشهورة سوت زي الوثائقي أو زي المقال Who really killed مايكل جاكسون؟ مين الشخص اللي قتل مايكل جاكسون بالفعل؟ وكأنهم كانوا يشكون إن في شخص ثاني هو اللي سوى هذا الشيء. وبعد ما انتهينا من مايكل جاكسون نتكلم عن أميرة بريطانيا المشهورة، الأميرة ديانا. الأميرة ديانا وما أدراك ما الأميرة ديانا. موت الأميرة ديانا كان لغز جدا كبير وخلى كل الناس تستغرب. الأميرة ديانا يا عزيزي المتابع كانت أميرة محبوبة من الكل، وكانت زي ما تقول شخصية اجتماعية، وكانت الكاميرا تلحقها وين ما تروح، وكان كل الناس يتكلمون عن هذه الأميرة. فموت الأميرة ديانا كان يعتبر لغز غريب، الناس أبدا ما اعتبرتها موت طبيعي، الناس كانت تشوفه أكبر من كذا بكثير. كانت متزوجة من الأمير تشارلز اللي هو يعتبر حاليا رئيس بريطانيا أو ملك بريطانيا، وبعد ما تزوجوا صار بينهم زي الخلاف، فانفصلوا من بعض وكل واحد راح في طريق. والحسب كلام الناس أن الأمير ديانا حبت رجل أعمال مصري ينادون الناس باسم عماد الفايد أو شيء زي كذا، وصارت بينهم علاقة قوية وكانوا راح يتزوجون وكانوا راح يكونون مع بعض. لكن زي ما كلكم تعرفون على حسب قوانين الأسرة المالكة ما تقدر تتزوج واحد من برا العائلة أو شيء زي كذا، فعشان كذا الماسونية قررت أنها تقتل هذه البنت وأنها تخفيها من الحياة، فقرروا أنهم يقتلونها، وبعد كذا ماتت في حادث السير، وهذا كان آخر شيء سمعناه عن الأميرة ديانا. وغير الأميرة ديانا في الكثير والكثير من الأشخاص اللي ارتبط موتهم بالماسونية. فنكتفي بهذا القدر ونروح ونتكلم عن الجزء الأخير. في هذا الجزء يا عزيزي المتابع راح نتكلم عن مشاهير في إشاعات إن لهم علاقات مع الماسونية، إنهم مرتبطين بالماسونية وباعوا روحهم للماسونية على أساس إنهم يوصلون المكان اللي يبغون يوصلونه. أحد هذول المشاهير اللي هي بيلي آيليش. كثير من الناس بدت تنشر إشاعات إن بيلي آيليش مرتبطة بالماسونية وإنها تعتبر شخص واصل، أو زي ما يسمونها الناس هناك اندستري بلانت. انتشرت هذه الإشاعات بين الفانز، انتشرت هذه الإشاعات بين الناس اللي يحبون هذه الفنانة، لكنها نفت أكثر من مرة وقالت إن ما لها علاقة فيهم ولا أي شيء، لأن المغنية هذه انتشارها كان غريب، حرفيا اشتهرت في يوم وليلة، في غضون سنة بس تقريبا صارت الفنانة رقم 1 في العالم. لكن لحد يومك هذا ما زال في إشاعات على هذه البنت، لأن طريقة شهرتها شيء جدا غريب صراحة ما أكذب عليكم. والشخص الثاني اللي ودي أتكلم عنه اللي هو كيتي بيري. أعرف بالضبط، أعرف وش قاعد تقول، مرة غبار، شخص مرة قديم، أتفق معك صراحة، شخص مرة قديم. لكن بسنة 2014 إذا ما خاب ظني البنت هذه كانت قاعدة تسوي فيديوهات غريبة، مو فيديو واحد ولا اثنين، تقريبا كل الفكرة حقتها وكل ستايل حقها بسنة 2014 كان عبارة عن رسائل غريبة. وانا الحين راح اعرض لك بعض الصور اللي انتشرت بذيك الفترة. كانت قاعدة تسوي الرمز هذا اللي طالع قدامك في الشاشة، وايضا كانت قاعدة تستخدم رموز نفس هذه العيون اللي طالع قدامكم، وكثير من الناس كانوا يشوفونها اشياء ترمز للماسونية، والكثير من الرسائل. بعد كذا ارجعوا لهذا الفيديو راح تشوفون توقعي صح، كثير من المشاهير راح يمسكون بسنة 2024. بس والله عزيزي المتابع هذا كان كل اللي عندي اليوم. في الاخير حاب اقول نعتذر على السحبه، وان شاء الله الفتره الجايه راح تشوفون فيديوهات زي اللهب. وشكرا لفريق التحريات لانهم ساعدوني مره كثير في هذا الفيديو. لا تنسون تتابعوني في كل مكان، حساباتي بتحصلونها تحت. ويلا ما اطول عليكم اكثر، سلام.